رقم واحد هتكتب رقم واحد تسمع كلمة عمودي. شايف الكلمة دي؟ عمودي. عمودي يعني قائم. عمود هي قائمة. يعني ايه يا مستر عمودي او قائم؟ يعني شوف الرسمة العلامة دي. شايف العلامة دي؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني يا مستر 90 درجة. 90 درجة. أول لما تشوف المنظر ده يا مستر، أول لما تشوف المنظر ده تقول لي العلامة دي يعني 90. أو تلمح في الكلام الراجل كاتب لك كلمة عمودي. كاتب لك كلمة إيه؟ عمودي. أو عامل لك العلامة دي كده يا مستر. بص عامل لك كده. كده عمود نور على الأرض. شايف العلامة دي كده؟ العلامة دي شايفها؟ العلامة دي يعني علامة إيه؟ عمودي. أول لما تشوف العلامة دي أو يقول لك كلمة عمود أو يقول لك قائم، اعرف إن الراجل ده عايز كام درجة؟ 90 درجة. يعني أنت أول لما تشوف المنظر ده تقول لي هنا مستر 90 درجة. دي أول أكشن كده يا مستر. أول لما تبص في رسمة وقلت لي العلامة دي قول لي 90. طب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ مالكش فيه. المهم أنا أول لما أشوف العلامة دي أو أسمع كلمة عمودي يعني يا مستر كام درجة؟ يعني 90 درجة. يعني زاوية قايمة ب 90 درجة. يعني أي مشكلة يا مستر؟ صعبة اللعبة دي؟ يبقى دي أول حاجة يا مستر أنا ببص عليها في أي رسمة. أول لما ألاقيها قول لي عمودي 90. طب تاني حاجة. اكتب رقم 2 علامات زي بعض. تلاقي علامات زي إيه؟ زي بعض. أول لما تلاقي علامات زي بعض يعني تساوي. يعني ياخدوا نفس الارقام. علامات زي بعض يعني تساوي. يعني ياخدوا نفس الارقام. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو الراجل كاتب لك هنا 30 تقول له يبقى هنا 30. عرفت منين لوحدك؟ لا، عشان واخدين علامات زي بعض. يبقى اول ما حضرتك تلاقي علامات زي بعض تعرف ان هم بيساووا بعض. يبقى انا مستر ابص في الرسمه الاقي العلامه دي 90. يا مستر استنى يا مستر. مش هستنى. اول ما اشوف العلامه دي يبقى 90. اول ما اشوف علامتين زي بعض يبقوا قد بعض ياخدوا نفس الارقام. خلي بالك بقى يا مستر من الحته اللي جايه دي. رقم 3 على استقامه واحده. يعني ايه يا مستر على استقامه واحده؟ بص كده معايا والنبي وركز معايا. تلاقي شايف بص شايف ده خط اهو. شايفه اهو. شايفه اهو. شايف ده اهو. مين ده يا مستر؟ ده خط مستقيم. خط ايه؟ اول لما تلاقي خط مستقيم كده يا مستر او يجي يقول لك في المساله على استقامه واحده تعرف ان الراجل ده عايزك تستخدم ال 180 درجه. عايزك تستخدم ايه؟ 180 درجة. يبقى يا مستر خلي بالك على استقامة واحدة أو خط مستقيم تعرف على طول إن أنت هتستخدم ال 100 وكام؟ 180. يعني إيه يا مستر؟ بص من أول هنا لحد هنا. شايف كل دول؟ كل دول يبقوا بكام؟ ب 180. طب بص كده يا مستر الباقي ده مكتوب في كام؟ 40. طب والبق ده مكتوب في كام؟ 90. جدع انا. يبقى دي كده 90 لوحده يا مستر؟ لوحده. اول ما تشوف العلامه دي تكتب 90. يبقى يا مستر دي 90 ودي هو كاتب لي كام؟ 40. يبقى 90 و40 يبقوا 130. من 180 يبقى فاضل 50. تقول لي يبقى البق اللي ما خدش ده ياخد 50. صعبه اللعبه دي؟ يبقى انا مستر اول لما اشوف خط مستقيم او اسمع كلمه على استقامه واحده اعرف ان الراجل ده عايز يتكلم في كام؟ في ال 180. ال 180 هنا مستر هنا كان بيتكلم في ال 90 عشان دي كانت زاويه قايمه كانت عمودي. هنا مستر بيتكلم في ال 180 عشان ده خط. بص خط المستقيم ده كده يبقى 100 وكام؟ 180. كل اللوكشه دي كده تبقى كام؟ 180. بص شايف هو بيعمل ازاي؟ بيعمل نص لفه. نص لفه. بص مستر مش دي كده لفه كامله؟ اول ما صبعك يعمل نص لفه يبقى كده 100 وكام؟ 180. يبقى النص لفه
ب 180. نص اللفه دي جت منين؟ من الخط المستقيم، يبقى الخط يعمل نص لفه. ها؟ لكن اللفه الكامله 300 وكام؟ 60. يبقى اللفه الكامله 360، لكن لما صبعك يعمل نص لفه يبقى كام؟ 180. ماشي؟ بص بص تيجي بص نص دايره صح؟ اهي هيبقى نص لفه. ما دام نص لفه يبقى دي بكام؟ ب 180. يبقى انا مستار 1 2 3 تخش في اي رسمه تدور على الثلاثه دول من غير ما حد يقول لك. رقم 4 رقم 4 تلاقي علامه اكس. ايه؟ بص عارف علامه الاكس؟ غلط. علامة غلط، عارف علامة غلط؟ اهي بص شايف علامة غلط؟ بص اهي شايف بص اهو ادي الخط الاولاني، شايف علامة غلط؟ اهي بص تيك اول لما تشوف علامة غلط علامة اكس يبقى تقابل بالرأس. يعني تساوي. تقابل بالرأس يعني ايه؟ تساوي. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو هنا مكتوب فيها 70 يبقى هنا 70 زيها. ها؟ يبقى لو هنا مكتوب 70 يبقى هنا كام؟ 70. يبقى التقابل بالرأس علامة اكس، تقابل بالرأس يعني تساوي. ياخدوا قد ايه؟ قد بعض. طب يا مستر دي خدت 70، الجدع يقول لي دي تاخد كام؟ 110. اقول له 110. اشمعنى؟ بص لفه اهي. بص اهي. بص نص لفه. بص تفتح كده لف معايا اهو تيك. ايه ده؟ نص دايره اهي. واحنا عارفين النص لفه بكام؟ 180. دي واخده كام؟ 70. يبقى دي تاخد كام؟ 110. والتانية هتاخد 110. ودي 110. الله، تبقى اللفه كلها بكام؟ 360. ها؟ يبقى هنستار تقابل بالرأس قد بعض. طب خامس حاجة. قال لي خامس حاجة بقى مستر تلاقي لوكشة زوايا. كبشة كده مستر كده. زوايا كتير كده مستر. بص زوايا. بص مستر شايف؟ بص هات لك معايا. بص ايه دي؟ لفة كاملة. المرة اللي لفيت لفة ايه؟ كاملة. ها؟ مش نص لفة. هنا انا كنت بلف ايه؟ نص لفة. دي ايه بقى يا مستر؟ لفه كامله. اللفه الكامله ب 360. يبقى اول لما تلاقي كبشه زوايا تقول لي 360. بس يا مستر هي اسمها كبشه زوايا؟ امال اسمها ايه؟ اسمها زوايا متجمعه حول نقطه. ايه ده؟ زوايا متجمعه حول نقطه. الزوايا اللي حوالين النقطة يعني كلهم ملمومين حوالين بعض يبقى كلهم بكام؟ 360. طب يا مستر دي خدت كام؟ الولد قال لي 90. اشمعنى؟ عشان فيها العلامة دي. ودي خدت كام؟ 150. يبقى خدت 90. ودي خدت 150 يبقوا 240. من 360 يبقى فاضل 120. يبقى دي يا مستر تاخد 120 عشان يبقى احنا كده جمعنا ال 360. صعب الكلام ده؟ يبقى انت يا مستر تخش على اي رسمه تدور على الخمس حاجات دول. ايوه مستر ها شوف العلامه دي تقول لي يبقى 90. شوف حاجات واخده علامات زي بعض يبقى قد بعض. شوف يا مستر نص لفه يبقى 180. علامه اكس يبقى تقابل بالراس. كبشه زوايا يبقى 360. كتبت الخمس حاجات دول زي ما قلت لك. طيب الخمس حاجات دول تنسى اسمك ولا تنساهمش.